ايه رأيكم بقى يا ايه بالحلاوة دي؟ ايه رأيكم بالجمال ده؟ ايه رأيكم تورتة دي ولا ايه يا ربي؟ يا جماله يا جماله يا جماله. ايه رأيكم في الألوان والحلاوة دي؟ تعالوا كده بقى اقول لكم الحلاوة دي عملتها ازاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ مساءكم سعادة. معايا بقى كده سمك اسمه، مسمينه عندنا هنا اسمه سمك المخطط اللي هو الروسي، او سمك التونة، او سمك المكاريل. له 3 اسامي وكل بلد بتسميه اسم شكل. انا مش عارفة بقى عندكم اسمه ايه السمكة الحلوة دي، السمكة الجميلة دي مسميين عندنا السمك المكاريلا او سمك التونة او الروسي، السمك المخطط ده. احنا بقى هنعمل فيه ايه بقى؟ هنقليه ونعمل جنبه كده حبة رز احمر يستاهل بقكم. هنقطع الراس ونقطع كده السمكة كده شرايح كده زي البانيه كده، شرايح كده. ون ايه، تعالوا الاول بقى نغسله وننقعه وبعدين ارجع لكم. يلا بقى نعمل التتبيلة بتاعت السمك. عبارة عن ايه التتبيلة؟ هنعملها في الكبة هنا، نضربها في الكبة هنا. معانا توم مفروم اهو، توم مفروم. معانا فلفل حار، فلفل بارد. معانا بصل، طماطم، كزبرة، حبة كزبرة. البهارات بقى هنحطها مع التتبيلة دي كمون وملح فقط. كمون وملح، اي حاجة تانية لا. عندك بهارات سمك حطي عليها، غير كده هي اهم حاجة الكمون والليمون والملح على الخلطة دي. هنحطها في الكبة ونعصر عليها ليمون ونجيب السمك ونتبله بالتتبيلة دي. يلا بقى نقلي السمك كده مع بعض. عملنا العجينة السايلة، عاملة زي عجينة الكريب كده، تبقى زي عجينة الكريب. عليها بقى الليمون وعليها البهارات اللي انا حطيتها عليها. شايفين الجمال؟ هنصفي بقى كده، هنصفيها كده ونحط ايه على الدقيق الناشف كده كده اهو. ونحط على الدقيق الناشف، ومنها على ايه، على الزيت على طول كده، على الزيت على طول زي ما انتوا شايفين كده. نصفي قوي كده من الدقيق ونحط بين، شايفين، من السايل على الناشف، ونحط في الزيت على طول. الله، الزيت لازم يبقى سخن كده، لازم يبقى سخن. نعمل كمان واحدة كده نصفيها كده من المواد السايلة ونحطيها في